السلام عليكم وتقبل الله طاعتكم. أتوقع أنكم لاحظتوا في رمضان الإعلام العربي مسلط الضوء بشكل كبير وواضح على موضوع الإرهاب والتطرف والتنظيمات المسلحة والجماعات الإرهابية والتفجيرات. مسلط الضوء من خلال المسلسلات والبرامج والدعايات حتى. فهناك تكثيف وغزارة في المادة الإعلامية لتسليط الضوء على هالقضية هذه ولتنبيه الناس ولغرس قناعات في أذهانهم. بطبيعة الحال الإرهاب والتطرف والتفجير بالآمنين أمر محرم ومجرم ويستحق بذل الجهد لمحاصرته والقضاء عليه، لكن من حقنا كمتابعين أن لا نتلقى تلك المواد الإعلامية بتسليم ورضا مطلق، ولكن أن نقيم ونتساءل. نتساءل ما هي دوافع تلك الوسائل الإعلامية من هذه المواد الضخمة؟ هل هي دوافع بريئة، نزيهة، موضوعية؟ أكرر، مواجهة التطرف والإرهاب أمر مشروع بل واجب، لكن في نفس الوقت أنا أشكك في الرسائل الضمنية والدوافع الخفية لتلك الوسائل الإعلامية. هناك انتقائية واضحة في تصوير مفهوم الإرهاب والتطرف، وحصره في الإرهاب الذي يصدر من الجماعات المسلحة فقط. التطرف نعم يصدر من جماعات مسلحة متطرفة وحشية، لكن في نفس الوقت أيضا هناك إرهاب دول يصدر من دول ضد شعوب. مواد إعلامية كثيرة تكلمت عن داعش والتنظيمات الإرهابية، لكن هل شاهدت مادة إعلانية تتحدث عن البراميل المتفجرة التي يرميها النظام السوري على الأبرياء؟ يوميا تقصف مدن وقرى سورية بالبراميل المتفجرة، لكن يأتي رمضان ما نشوف أي مسلسل ولا دعاية تسلط الضوء على هؤلاء الأبرياء. هل شاهدتم دعاية ولا مسلسل يتحدث عن القصف الروسي على المدن السورية؟ للأسف لا، بل حصل أكثر من ذلك، حصل تضليل في هذا الموضوع، وهذا التضليل قد يكون متعمد أو غير متعمد. على سبيل المثال الطفل عمران الذي ظهر في دعاية زين في سياق التنديد بالتنظيمات المسلحة والتفجيرات الإرهابية، بينما في الحقيقة هذا الطفل هو ضحية القصف الروسي على سوريا وليس ضحية التنظيمات الإرهابية. فلماذا يسكت عن هذه الجيوش وهذه الأنظمة ولا يسلط عليها الضوء أبدا في مسلسلات أو دعايات أو إعلانات أو برامج؟ فقط التنظيمات المسلحة الإرهابية. نعم هناك أطفال ومدنيين قتلوا على يد تلك التنظيمات، لكن أيضا هناك أطفال ومدنيين قتلوا على أيدي جيوش عربية وقوات أجنبية. لذلك الشك عندي هو أن تلك القنوات من خلال تلك المواد الدعائية في رمضان تحاول أن تحصر مفهوم الإرهاب في طرف واحد فقط، وهنا الخطورة. اليوم هناك منظمات دولية تدين داعش بشكل واضح، لكن في نفس الوقت نفس تلك المنظمات أصدرت تقارير تدين جيوش عربية في قتل شعوبها. فلماذا الإعلام العربي يتكلم فقط عن المنظمات داعش وغيرها ويسكت عن الإرهاب الآخر؟ إذن هذه انتقائية واضحة، وفي نفس الوقت مشكلة أخرى وهي تسليط الضوء على شناعة النتائج وتجاهل بشاعة الأسباب. كثير من هذا الإرهاب هو نتيجة لأسباب، للأسف يتم تسليط الضوء على النتيجة وتجاهل الأسباب تماما. غياب الحريات السياسية، السجون والمعتقلات العربية تعج بآلاف المعتقلين السياسيين لمجرد أنهم أبدوا آراء، عدم وجود بيئة سياسية شفافة نزيهة تعتمد على معايير الشفافية العالمية، كل ذلك يولد لنا داعش وأمثالها. الفساد السياسي، الفساد المالي، سوء توزيع وتبديد الثروات، تكميم الأفواه، احتكار السلطة، كل هذه أسباب، هذه أسباب حقيقية للأسف ليس لها محل في الإعلام العربي ولا في الدعايات ولا تذكر ولا يتم تسليط الضوء عليها أبدا، ويكتفون بتسطيح الواقع ومحاولة تصوير أن كل هذه الأزمة الإرهابية سببها فتوى من شيخ، ويحاولون يربطون بين أشياء ليس بينها ربط قوي في الواقع، ويتجاهلون الأسباب الواضحة والمباشرة والقوية، ويضخمون أسباب قد تكون ثانوية ويتجاهلون أسباب قد تكون جوهرية. هذا ما يفعله الإعلام العربي في رمضان للأسف الشديد. فخلاصة الدعاية الرمضانية للإعلام العربي في رمضان أنها انتقائية في تحديد من هو المتطرف ومن هو الإرهابي، وحصر في طرف واحد فقط. الأمر الثاني أنها تتعامل مع النتيجة الظاهرة وليس مع الأسباب الكامنة. لذلك أتمنى أنكم تنتبهون وترصدون أداء الإعلام العربي خصوصا في شهر رمضان. رسائله ليست بريئة، هناك رسائل ضمنية،
فلا ينبغي المشاهدة فقط من أجل الاستمتاع والتسلية. هناك رسائل غير بريئة يراد تمريرها. إن شاء الله الكثير من المشاهدين العرب واعين لتلك القضية، لكن مع كثرة تلك المواد الإعلانية وضخامة البث يمكن تغيب عنا بعض هذه الأمور. شكرا لمتابعتكم، واعتذر عن الإطالة. تمنياتي لكم بصيام مقبول إن شاء الله. السلام عليكم.